السلام عليكم. في حلقه جديده نازله كمان شويه، مش عارف تنزل امتى الصراحه على حسب النت عندي ما يعملها معايا ولا لا، ولكن في حلقه نازله كمان شويه. حلقه كنا مصورينها ساعه ماتش بيراميدز والمصري، لسه ماتش الاهلي واسمها خلصان من شويه. ف يعني كلمتين بس كده على ماتش الاهلي واسمها. الصراحه الاهلي كده ب 44 نقطه، بيراميدز 44 نقطه، وعندك الزمالك 46. في فرق نقطتين ما بينك وما بين بيراميدز والاهلي. تمام. ماتش الجاي الزمالك وبيراميدز، ده بالنسبه لي ده ماتش الدوري. طبعا احنا مش هنتكلم عن ماتش بيراميدز ده غير بعد ماتش بلوزداد ان شاء الله نعديه على خير، وبعدين نشوف ماتش بيراميدز ده بيقول ايه. فالماتش الجاي بيراميدز والزمالك، الزمالك يكسب ان شاء الله 49 نقطه زي الباشا، انت فارق 5 بونت عن الاهلي وبيراميدز. اي تعثر هيقلب الدوري ده، هيوديه في حته ثانيه خالص، سواء كان تعادل او هزيمه الزمالك لا قدر الله. فخلينا نشوف الدوري ولع والدنيا سخنت. الزمالك لحد الان هو ماشي كويس في البطولتين، كنا اتكلمنا في الموضوع ده في الحلقه اللي هتنزل كمان شويه. الزمالك ماشي كويس في البطولتين، ولكن احنا لسه ما عملناش اي حاجه. انت ممكن في اسبوع واحد تخسر كل حاجه، ممكن الجمعه والاثنين تكون خسران الدوري الجمعه تكون خسران الدوري والكونفدراليه. فنهدى كده ونمسك العقل، ما نفكرش في اي حاجه غير ماتش بلوزداد. الناس اللي حجزت التذاكر يا جماعه ربنا يكرمها ان شاء الله، كلنا هنروح وهنشجع وان شاء الله الزمالك هيكسب. الناس اللي ما حجزتش برضه تستمتع وتشحن على السوشيال ميديا وتشحن اللعيبه وتحفز اللعيبه. ان شاء الله باذن الله الكونفدراليه في 100 عقبه، وان شاء الله باذن الله الدوري في 100 عقبه. ربنا يكرم ان شاء الله. فكر بس في ماتش فريق بلوزداد ده، وبعدين نشوف ماتش بيراميدز ايه الكلام، هنتكلم عنه كتير قوي. انا هنرجع تاني نتكلم. انا عارف ان انا كنت يعني مقصر الفتره دي، بس والله غصب عني شويه كده مشاكل وحاجات وحوارات. فان شاء الله هنلتزم، يعني ان شاء الله هنلتزم باذن الله. السلام عليكم.